السلام عليكم ورحمة الله. ماتش خيب سمحوا لي. ماتش خيب غدا ديال المنتخب ماتش خيب اليوم. الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب البرازيلي. الله يحضر السلامة في هذا الماتش. هذا الماتش هو المفتاح ديال كأس العالم كاملة. هو هذا الماتش هذا وأحسن ماتش بالنسبة لي وبالنسبة لجميع المحللين الرياضيين على وجه هذه البسيطة ولا وجه الكرة الأرضية. أحسن ماتش في هذه الكأس العالمية هو هذا الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي. هالة إعلامية، العرب كل شيء حاضينا، الأفارقة، الأوروبيين، كل شيء واقفين وكل شيء كيقولوا ان هذا الماتش هذا هو احسن ماتش في هذه الكأس العالمية. كيفاش غادي يدير وهبي حتى يفوز على المنتخب البرازيلي اللي عامر نجوم؟ حنا ما معودينش على الزلزولي ولا لاعب واحد غاب لينا ولا ما غابش. حنا فريق وطني عندنا بزاف ديال المواهب. المغرب عامر مواهب. واش غنتقلقوا ولا غيطلع علينا الدم ولا غنكونوا متشائمين حيت زعما لاعب واحد ولا جوج اللاعبين غاموا على المجمع ما غيكونوش حاضرين في هذه الكأس العالمية؟ شي الا كنا معولين على لاعب ولا جوج راه من الافضل اننا نتغلبوا في المقابلات بثلاثه واننا نجوا في حالنا ونغادروا هذه الكأس العالمية. المنتخب الوطني المغربي ما معتمدش على لاعب ولا على جوج باش انه يمشي بعيد في هذه الكأس العالمية اللي كتعتبر افشل كأس عالمية على وجه على في التاريخ. شفنا كيفاش المنتخب الوطني المغربي مشى حتى للنصف النهاية حتى في كأس العالم وكانوا عندنا واحد 4 لاعبين ولا 5 لاعبين معطوبين، فما بالك بالله عندنا لاعبين جاهزين وعندنا جوج الغيابات ديال الزلزولي وديال اكرد وتقولوا اننا غادي ما غنمشيوش بعيد في هذه الكأس العالمية. المنتخب الوطني المغربي ما معولش على لاعب ولا جوج. عندنا مواهب بزاف وبزاف ديال عندنا واحد 3 المنتخبات اخرين راه ما مشوش للكأس العالمية وبامكانهم انهم ينافسوا في هذه الكأس العالمية. كنهضر على بوريدا، كنهضر على بزاف ديال اللعاب، تيرغالين، لوزة، عرفتي شحال تاع المواهب عندنا باش تقولوا لي حنا راه غادي اللاعبين ناقصين اننا ما لعبش الزلزولي ولا ما غاديش يلعب اكرد. عيسى وشادي رياض وهاد اللاعبين اللي عندنا دابا راهم قادرين انهم يمشيو بعيد في هذه الكأس العالمية. وكيبان لي ان المنتخب الوطني المغربي في الظل ديال هاد اللاعبين اللي كاينين دابا راه قسما بالله عندنا لاعبين واعرين. كنشوف انا عندنا واحد الجرينتا وعندنا واحد جمهور واعر كاين دابا في ميريكان. ورشت واحد اللافته كاينه دابا ان قال لك المنتخب الوطني المغربي واخا يلعب في المريخ راه غنكونوا حاضرين وغيكونوا المغاربه كاينين. كنت بغيت نقدم الفيزا ديال الامريكان انني باش نمشي للامريكان ولكن شفت راه بزاف ديال الناس هادشي راه غيتقام علينا غالي وخاصنا واحد 10 المليون باش نمشيو نحضروا في امريكان. ماشي مشكل احنا راه واخا نمشي راه ما غاديش نقدر ندخل لحد لان الاثمنه راه خياليه ديال التذاكر وراه ما كاينينش. واخا الاثمنه خياليه راه ما كاين الناس راه باغا تشريهم ولكن راه ما كاينينش التذاكر. راه كلشي عامر كلشي باغي يحضر المنتخب الوطني المغربي. يكفي اننا نشجعوا المنتخب الوطني المغربي ديالنا من البلاد ديالنا ان شاء الله. وعقلوا راه غتكون كأس عالميه استثنائيه للمنتخب الوطني المغربي كيحضر في ظروف واعره. لاعب في ظروف زوينه. بلاتي نشوف هذا التليفون ديالي واش باقي كيصور ولا لا لان راه
كنصور بزاف والتليفون راه عامر، نطلع التليفون نرجع لكم. اذا باقي التليفون كيصور. اذا كي قلت لكم راه منتخب وطني ولاعب، وهذا الماتش هذا ديال اليوم 11 الليل غادي يكون ماتش استثنائي، راه الكره الارضيه كامله غتفرج في هذا الماتش ديال البرازيل وديال المنتخب الوطني المغربي. خدا واحد السمعه المنتخب المغربي، عنده دابا واحد السمعه طالعه ان شاء الله باذن الله وبجهد الله غادي نربحوا هذا الماتش ديال كونتر البرازيل. وإلا مشى المغرب حتى ربح هذا الماتش هذا ديال كونتر البرازيل، راه ربح كره، راه ربح نقاط، راه ربح احسن مدرب، ربح احسن لاعبين، ربح البارسا والريال، ربح انشيلوتي، ربح. تصوروا راه مشينا تربح هذا المنتخب، ربحنا المنتخب ديال البرازيل، راه غنمشيو بعيد في هذه الكاس العالميه، والمنتخبات كاملين غيولوا يضربوا لنا 1000 حساب، وراهم كيضربوا لنا اصلا دابا 1000 حساب. غير هذه المقابله هذه راه مقابله مفتاح، ماشي اننا نتاهلوا للدور الثاني، ولكن راه مقابله مفتاح باش نهزوا الكاس العالميه بيدينا ان شاء الله ونجيبوها. والله العظيم اللي كيبان لي دابا، كيبان لي المنتخب الوطني المغربي هاز هذه الكاس العالميه في الطياره وجايبينها. اقسم بالله الا كان بالي كنتصور انا حكيمي ودياز وعيسى ديوب والعناوي هازين الكاس العالميه وجايبينها للمغرب. راه شوف، راه الاحلام، راه الاحلام، وهاد اللاعبين هادو راه قادرين انهم يديروها. شكرا لك وليد الركراكي لان رفعتي المعنويات ورفعتي السقف ديال التحديات، رفعتي هذا السقف هذا. شكرا لك بزاف بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.